خبر كالصاعقة نزل على عشاق كرة القدم وعلى ملايين المغاربة في كل بقاع العالم. بطل الملحمة المونديالية وفخر العرب أشرف حكيمي يجد نفسه فجأة أمام القضاء الفرنسي في قضية تهز مسيرته الكروية. ولكن ماذا حدث فجأة؟ ولماذا الآن؟ وما هو الرد الناري الذي أطلقه حكيمي وزلزل به منصات التواصل؟ تفاصيل صادمة وحقائق تكشف لأول مرة في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نغوص في هذه التفاصيل المؤلمة، دعونا نعطر أفواهنا بالصلاة والسلام على رسول الله. انزلوا الآن إلى التعليقات واكتبوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وإذا كنت تؤمن ببراءة ابن الشعب وتتمنى له العدالة، فاكتب الآن في التعليقات عدالة لحكيمي، لنرى كم مغربي وكم عربي يتضامن مع أسد الأطلس في محنته. ولا تنسوا زر اللايك لنصل بهذا الفيديو لأكبر عدد ممكن. في تطور مفاجئ وحزين، أعلن مكتب المدعي العام في نانتر بضاحية العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء إحالة نجمنا المغربي أشرف حكيمي رسمياً إلى المحاكمة. التهمة هي نفس التهمة التي طاردته منذ عام 2023 وتم فتح تحقيق بشأنها. القضية التي اعتقدنا جميعاً أنها طويت تعود اليوم لتتصدر العناوين الفرنسية والعالمية، وكأن هناك من يريد كسر أجنحة هذا النجم الذي حلق عالياً. لكن الأسد المغربي لم يقف مكتوف الأيدي ولم يختبئ. خرج حكيمي بشجاعة الكبار وعبر منصة إكس ليرد على هذه الاتهامات بكلمات تقشعر لها الأبدان. قال حكيميها بصريح العبارة: اليوم يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير الإحالة إلى محاكمة، على الرغم من أني أنفيه وكل الأدلة تثبت كذبه. تخيلوا معي حجم القهر في هذه الكلمات. حكيمي يرى نفسه ضحية لظلم كبير ويضيف بكلمات تقطر ألماً: هذا ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين. أنتظر هذه المحاكمة التي ستظهر الحقيقة للعلن بهدوء. نعم يا أشرف، المغاربة كلهم ينتظرون الحقيقة بهدوء وثقة في أخلاقك. كيف لنا أن ننسى هذا الشاب الذي أسعد 40 مليون مغربي؟ الشاب الذي ركض نحو المدرجات ليقبل رأس أمه السيدة سعيدة، ليعلم العالم بأسره معنى رضاة الوالدين وقيم العائلة المغربية الأصيلة. هذا الذي سجل ركلة الجزاء الحاسمة ضد إسبانيا وجعلنا نبكي من الفرحة. يبكي اليوم من ظلم الاتهامات. المغاربة لا ينسون من أفرحهم، واليوم في وقت الشدة يقف كل مغربي حر كأخ وسند لأشرف في هذه المحنة القاسية. وفي وسط هذه العاصفة، أين هو ناديه؟ أين باريس سان جيرمان؟ المدرب الإسباني لويس إنريكي، وفي تصرف أثار الكثير من علامات الاستفهام، رفض رفضاً قاطعاً التعليق على القضية. عندما سئل عما إذا كانت هذه المحاكمة ستؤثر على موقع حكيمي وهو نائب قائد الفريق، اختار إنريكي الصمت والتهرب. صمت يراه الكثيرون قاسياً بحق لاعب أعطى الكثير للنادي الباريسي. أليس من حق اللاعب أن يجد الدعم المعنوي من فريقه إلى أن تثبت إدانته؟ أم أن لغة المصالح هي التي تتحدث في أوروبا؟ في النهاية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن كمغاربة نثق في أخلاق وتربية ابننا أشرف حكيمي، ونتمنى أن تمر هذه السحابة السوداء بسلام ليعود للتألق في الملاعب. أنتم يا أصدقاء، ما هو رأيكم في هذا التطور المفاجئ؟ هل تعتقدون أن هناك من يستهدف حكيمي؟ وما رأيكم في موقف النادي الباريسي؟ شاركوا بآرائكم بقوة في التعليقات، ولا تنسوا كتابة عدالة لحكيمي لدعمه. لايك للفيديو واشتركوا في القناة لتصلكم كل تطورات هذه القضية لحظة بلحظة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.